السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. عايزين تعملوا حاجه حلوه وسهله وسريعه وما تاخدش منكم وقت خالص. هاتي لف الجلاش وتعالي معايا. هنعمل النهارده وردات الجلاش بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهنحشيها من جوه كمان ميكس كده مع بعضه او خليط مع بعضه هيديها طعم مميز جدا. تابعوا معايا الفيديو للنهايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اول حاجه معايا هنا لفه من الجلاش، ممكن تاخدي نصها او تاخديها كلها زي ما تحبي على حسب العدد اللي انت عايزه تعمليه. انا هاخد كده ورقه ورقه وادهن ما بين كل ورقه والتانيه مسحه خفيفه جدا من السمنه زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه الورق بتاعك كده يكون مظبوط على بعض وانت بتحطيه، ما تكونش كده ورقه اطول من التانيه او بارزه عن التانيه، علشان شكل الورده بتاعتك يطلع شكله حلو كده في الاخر. زي ما انتم شايفين كده بدهن ما بين كل طبقه والتانيه. ولو في ورقة مقطوعة كده حطيها في نص الطبقات. انا هاخد حوالي كده 5 ورقات على بعض او 6 ورقات على بعض. يعني لفة الجلاش ممكن تقسميها على 2. زي ما انتم شايفين بقى كده، انا كان معايا حوالي ربع كوباية من السمنة او حوالي يعني اقل من نص كوباية السمنة كده. سيحتها وبدهن بيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. على حسب المادة الدهنية اللي موجودة معاكي، ممكن تستخدمي زيت على زبدة او زيت على سمنة زي ما تحبي. بندهن كويس جدا ما بين الطبقات علشان الجلاش بتاعنا كده يطلع مظبوط في الاخر. اخر ورقة بنحطها بقى مش بندهن وشها بالسمنة، علشان لما نيجي نقطعها تسهل علينا التقطيع كده، وايدينا ما تلزقش في السمنة كده من على وش الورقة. بجيب بقى معايا قطعة البيتزا او السكينة او اي حاجة متوفرة عندك، وابدا اقطع ال5 ورقات اللي فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لمربعات كده. المربعات تكون متساوية زي بعضها، خلي حجمها كبير شوية. وبجيب معايا بقى صينية الكب كيك بدهنها مسحة من السمنة زي ما شفتم كده، واخد بقى مربع مربع كده واحطه في قلب العيون بتاعة الصينية بتاعة الكب كيك، وبضغط عليه كده كويس جدا. ولو مش عندك الصينية دي هقولك تعملي ايه برضو واحنا شغالين كده مع بعض، بس تابع معايا الفيديو للنهاية. انا باخد بقى كل مربع انا قطعته كده واحاول اسكنه كويس جدا في قلب الصينية علشان يعمل لي تجويف كده، اقدر احشيه بعد التسوية. شايفين بالشكل ده. ورقة الجلاش اللي كانت معايا كانت مستطيلة كده، ما كانتش مربعة، فانا اخدت كده العرض بتاعها على 3 والطول بتاعها على 4، فكان معايا حجم المربع زي ما انتم شايفين كده. ما تصغروش علشان تعرفي تعملي تجويف كده في قلب الصينية من جوه، ويكون فيه بروز كده زي ما انتم شايفين من فوق عشان يدينا شكل الوردات بتاعتنا. شايفين الجمال ما شاء الله. طبعا واحنا بنحضر الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مشغلين الفرن جنبنا عشان يسخن كويس جدا، وندخل صينيه الجلاش تاخد تسويتها المظبوطه وتاخد لونها كده المظبوط من غير ما تغيب معانا في الفرن. عايزه اقول لكم كمان لفه الجلاش عملت معايا صينيتين من بتوع الكب كيك، بس الصينيه التانية ما كانتش كامله كلها. هنا كنت بقول لكم لو انت قطعتي كده جزء صغير او الجزء مش مظبوط على قد العيون بتاع الكب كيك، ممكن تحطي 2 كده جنب بعض بالشكل ده. اهم حاجة تعملي لها تجويف كده من النص علشان بعد كده هنحشيها الخليط بتاعنا الجميل جدا. هدم بقى الاطراف اللي بارزة دي بشوية من السمنة كده علشان تاخد لون حلو ويكون كده لونها موحد، ما تتحرقش معانا من فوق. بدخلها الفرن بقى وتعالوا نشوف هنحضر الخليط بتاعنا ازاي. معايا هنا 3 كوبايات من اللبن الحليب، حوالي كده 600 جرام من اللبن. انا استخدمت مج الشاي الموجود عندنا في كل بيت ده، او على حسب بقى المتوفر عندك. ضفت كمان معلقه كبيره هرميه من السكر، والسكر حسب الرغبه. وضفت كمان معلقه كبيره هرميه من النشا، وهضيف ظرف من الفانيليا وظرف كمان من الكريم كراميل. ولو مش متوفر هتضيفي كمان معلقتين كبار هرميين من النشا. بضيف بقى ظرف الكريم كراميل كده اللي هو البودر، بس مش هناخد اللي هو الصوص اللي معاه. بعد كده هندوب الخليط كويس جدا ونرفعه على نار هادية خالص مع التقليب المستمر لحد ما يتقل معانا. انا هنا كنت بدوق السكر لان طبعا احنا عارفين ان الكريم كراميل فيه سكر، فانا حبيت ان انا ازود بس حاجة بسيطة من السكر. هنرفعه على النار بقى وتعالوا نقطع الفاكهة بتاعتنا. والفاكهة دي اختياري، او ممكن كمان تستغني عنها تماما وتستكفي بالكريم كراميل اللي احنا عملناه. انا الاول خالص زمان كنت بعمله بالكريم كراميل بس او بالنشا بس، ما كنتش بحط فاكهة بصراحة. بس طبعا عشان دلوقتي احنا في الصيف والفاكهة متوفرة في السوق، فحبيت اعمل خليط كده من الكريم كراميل مع الفاكهة. او ممكن كمان تضيفي نوع فاكهة واحد بس، مش لازم تضيفي مجموعة من الفواكه زي ما انا ضفت كده. انا كان معايا هنا مشمش ومعايا خوخ وتفاح وموز، ممكن تستخدمي نوع واحد بس او ممكن كمان تستغني عن الفاكهة تماما. طبعا اضافة الفاكهة بتديها طعم جميل جدا، بس عايزة اقول لكم بتأثر عمر
الحلوى بتاعتنا او الجلاش بتاعنا، لان طبعا الفاكهة لونها هيغير لو قعدت فترة طويلة في التلاجة. فلو عايزاها تفضل معاكي اطول وقت ممكن تضيفي بس الكريم كراميل، او ممكن كمان تعملي خليط من الكاسترد بدل الكريم كراميل. انا بقطع بقى الخوخ زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان الفاكهة بتاعتك تكون جامدة شوية، ما هيش طرية، علشان تتقطع معاكي بكل سهولة وما تتعصرش معاكي كده او تتهرس معاكي وانت بتقطعيها. قطعت بقى كل الفاكهة هضيفها في الطبق بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيفهم على بعضهم كده، وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. في الوقت اللي انا كنت بقطع فيه الفاكهه كان خلاص الجلاش قرب يطلع من الفرن بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بديله كده رشه خفيفه جدا من الشربات التقيل البارد، والشربات ده كان جاهز عندي وهقول لكم برضو عملته ازاي دلوقتي. اهم حاجه الجلاش بتاعك تبص عليه طول ما هو في الفرن، هو بياخد ربع ساعه لتلت ساعه، مش اكتر من كده، مش هياخد معاكي وقت طويل ولا اي حاجه. ومش بنشغل الشوايه خالص، هو بياخد اللون الموحد ده طول وقت التسويه. اهم حاجه طول ما هو في الفرن بتبص عليه. بعد كده كان خلاص خليط الكريم كراميل اللي تقل معايا، بضيفه على الفاكهه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الموز والتفاح لونهم بيغير، فبنضيفهم اخر حاجه او بنقطعهم كده اخر حاجه علشان تضيفي عليهم خليط الكريم كراميل على طول، عشان لونهم ما يغيرش معاكي. في الخطوه دي كان خلاص كده الجلاش برد تماما، مينفعش ان احنا نضيف عليه خليط وهو سخن علشان الجلاش ما يطراش معانا. بنضيف بقى في كل واحدة شوية كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحاول كده نعمل نسبة وتناسب ما بين الكريم كراميل وقطع الفاكهة، علشان القطعة بتاعتك تكون فيها كل حاجة كده، وكمان الكريم كراميل يكون مغطي الفاكهة كويس جدا، لونها ما يغيرش معاكي على طول. ولو حابه تضيفي شويه كده من الشربات التقيل البارد على الفاكهه قبل ما تضيفي عليها الكريم كراميل مفيش مشكله، بس انا ما حبيتش ان انا ازود السكر قوي، او ان انا اخلي الحاجه كلها على بعضها كده مسكره، فاستكفيت بالسكر اللي موجود في الكريم كراميل. لكن لو حابه تضيفي معلقه عسل تقيل مع الفاكهه الاول كده تقلبيها معاها قبل اضافه الكريم كراميل، مفيش اي مشكله، هتديها برضو طعم جميل جدا. تعالى اقولك بقى تعملي ايه لو مش عندك صينيه الكب كيك. ممكن تفردي الجلاش في صينيه مدوره من العاديه خالص، اللي هي بيكون حرفها عالي شويه. تحاولي تبطني بلفه الجلاش كده الصينيه كويس جدا، ياخد شكل الصينيه كده ويكون فيه فراغ في النص عشان تحطي فيه الخليط، زي ما عملنا في صينيه الكب كيك كده، بس في صينيه كبيره مدوره اللي متوفره عندك. وبعد كده تدخليه الفرن لحد ما ياخد لون موحد وتسويه موحده، وتطلعي تديله الشربات، وبعد كده تصبي الخليط مره واحده في قلب الجلاش، وتسيبيه بقى يبرد تماما، وبعد كده تقطعيه لقطع صغيره. طب مش عايزه تعمليه كبير كده وصينيه كبيره وتقطعي وكده، ممكن تعمليه في كاسات او كوبايات صغيره بالشكل ده. هتجيبي لفه الجلاش وتدهنيها كويس جدا بالسمنه، وتدخليها الفرن لحد ما تستوي كده تماما وتاخد لون موحد وتنشف كده معاكي. هتديها الشربات بتاعها وتكسريها كده لقطع صغيره، وتحطيها في ارضيه الكاسات بتاعتك او الكوبايات، وتصب عليها الخليط بالشكل اللي انت شفتوه كده معايا. انا بحاول اديكي افكار، واللي متوفر عندك اشتغلي بيه، المهم هنوصل لنفس الطعم ونفس النتيجه زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا هنا بقى حبيت اكسر اللون كده شويه، فحطيت لكل واحده كده كريز من الاحمر اللي احنا بنشتريه من محل خامات الحلويات، بيدي شكل جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهي اصلا لوحدها كده حاجه قمر وعسوله وكيوت كده جميله جدا. طبعا بعد ما بنصبها كده بنسيبها تبرد تماما على الرخامه، وبعد كده ندخلها التلاجة تبرد وتسقع كده معانا حوالي 10 دقايق نص ساعه، بس مش هتاخد وقت طويل خالص. انا هنا بوريها لكم وانا كنت اصلا ما دخلتهاش التلاجة، كانت تماسكت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الاخر، ميكس ما بين الجلاش والكريم كراميل والفاكهة، طعمها كده ياخد العقل. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا متأكدة ان انتوا لو عملتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها. حاجة سهلة وخفيفة ومش هتاخد معاكي وقت خالص، في ثواني كده هتكوني مخلصاها. شايفين شكلها قد ايه قمر وكيوت وجميلة، وطعمها خطير. شايفين كمان طبقات الجلاش وتوريقات الجلاش، شايفين الجمال ما شاء الله عليها جميلة جدا. حبيت اجيبها لكم كده من كل ناحية علشان تشوفوها. طبعا زي ما قلت لكم انا لسه مدخلتهاش التلاجة، فهي تماسكت معايا بس كده، بس عايزينها تسقع كده بيكون طعمها احلى بكتير. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.